بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بشكركم جدا، برحب وبشكر السادة الحضور كل الموجودين، سواء المدربين اللي موجودين اللي انا ضربت معاهم، اللعيبه على مر الاجيال، خاصه جيل 90 اللي انا اتشرف ان انا كنت واحد منهم. النقاد اللي انا معتز بيهم واحترمهم، بستفاد منهم في الايجابيات والسلبيات بتاعتي، او اللي انا اقدر اصلحها سواء انا كنت لاعب او في الفتره الحاليه كمدرب. بشكر كل الشكر طبعا الكابتن احمد شوبير، انا بعتبره اخ كبير مهما بعدنا عن بعض، لكن الحب موجود، والمجموعه اللي عشنا مع بعض كتير تحس بالحته. يمكن احنا عشنا اكتر من ما عشنا مع اهالينا وفي بيوتنا، فانا بشكر الكابتن شوبير على تعبه وكل القائمين على التكريم. وفي الحقيقه انا بعتبر التكريم ده تكريم للمدربين اللي انا اتعاملت معاهم، تكريم للعيبه اللي ساعدوني ان انا اوصل للمكانه دي، وعلى راسهم طبعا يعني من بدايتي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، الكابتن عادل ابراهيم طبعا مش موجود، هي كان له دور كبير جدا بعد تولي الكابتن عبد العزيز. كان الكابتن عادل ابراهيم وكان له دور كبير جدا معانا. في الحقيقه لو هديت التكريم الافريقي او الانجاز اللي حصل، انا مش انجاز يحسب ليا بس، يحسب زي ما قلت كل العناصر اللي انا قلتها، ولكن بهديه طبعا لواحد كنت اتمنى انه يكون موجود، وفعلا ده اب روحي ليا، هو كابتن محمود الجوهري. في الحقيقه من الناس اللي تعبت معايا ويسعدني ان انا اوصل للمكانه دي، سواء على المستوى المعنوي والفني. يعني يمكن ليه دور كبير، ولكن الناس حساه، ولكن ظلموا كتير بسببي، يمكن لظروف المركز اللي انا بلعب فيه. فاللي انا وصلت ليه مساعده بعد توفيق ربنا طبعا هو ابراهيم حسن، وأكيد طبعا والدتي ربنا يديها الصحة، والدتي هي في الحقيقة يمكن أكيد كل الناس اللي يعرفوني كويس متعودين إن أنا ما بتكلمش، تعرف تتكلم كويس، لكن أنا فعلا زي ما كابتن شوبير قال إن أنا بتكلم عايز أقول حاجة مهمة فعلا. يمكن السبب فيه إن إحنا نكون موجودين لحاجه واحده، الشكل اللي انا فيه الموجود كابتن شوبير والمجموعه اللي انا بقالي كتير ما شفتهاش، سواء لاعبين او مدربين اللي انا اتعاملت معاهم طول حياتي، او النقاد اللي انا بتعامل معاهم من بعيد لبعيد. كل زمايلي اللي انا عشرتهم في حياتي، انا شايف يمكن التكريم ربنا سببه يمكن لسبب معين، ان احنا فعلا ما شفناش بعض بقالنا كتير، ما حسيناش ببعض بقالنا كتير. كنت نفسي ان احنا فعلا نتقابل، نفسي ان احنا نقعد مع بعض قبل ما يبقى تكريم ليا، لكن هو ربنا جعل سبب في التكريم ان احنا نتجمع تاني من اول وجديد، نتجمع على حب، نتجمع ننسى اي اساءه، ننسى اي مشاكل في المجال بتاعنا. ولكن اتمنى ان يكون يا رب تكون دي بدايه ان احنا كلنا نتجمع على خير في الفتره اللي جايه، نتجمع على ان احنا نجاح مصر من خلال الحاجه اللي ربنا اداها وهي كره القدم. يمكن احنا نبتدي بنفسينا، ويمكن الرياضه عليها دور كبير جدا ان هي تجمع الناس وتنجح البلد وتخلي في مستقبل احسن ان شاء الله لينا كلنا ولكل الرياضيين اللي جايين. وزي ما احنا بنفتكر جيل 90 والاجيال اللي حققت كاس الامم الافريقيه الفتره اللي فاتت، يمكن اتمنى من الله ان احنا الجيل اللي موجود دلوقتي يوصل كاس العالم ويبقى اضافه كبيره لكاس العالم 90، يبقى ما بنتكلمش على 90 بس، يبقى بنتكلم في الفتره اللي جايه ان شاء الله 2014. ربنا يوفق كل عناصر اللعبه. في الحقيقه انا بشكر اتحاد الكره على وجوده النهارده، رغم ان في اجتماعات وصمموا ان هم يكونوا موجودين. بشكر كل النقاد اللي هم جم فعلا وعندهم اعمال كتير، وبشكر كل اللاعبين اللي انا اتعاملت معاهم واللي انا زميلتهم.
وعلى راسهم في الحقيقه جيل 90 انا ليه معزه خاصه عندي. يعني فعلا عشنا مع بعض كتير جدا في وجود اب عظيم لينا كلنا ونموذج زي ما الكابتن عبد العزيز عبد الشافي قال ان التكريم بالسيره في حتى وانت ماشي، حتى بعد ما مع اولادك، بعد ما ربنا يعني نتوفى. النهارده بنفتكر الكابتن جوهري بكل خير، لان الكابتن جوهري ليه فضل علينا كلنا. طبعا المدربين والكباتن الكبار، الكابتن مصطفى يونس موجود حاليا نشكره جدا رغم ان انا ما لحقتوش، لكن كابتن من كباتن مصر نموذج كنت اتمنى ان اوصل ليه. وكابتن جمال الحبيب طبعا كابتن منتخب مصر اللي حقق احسن انجاز في الفتره الاخيره. ولكن اخيرا انا بشكر الكابتن شوبير على تعبه، بشكر كل الناس اللي تعبت بعديك، محمد شيحه، محمد ناصر، وليد. مش عايز اقول اكتر، يعني انا خلصت كل حاجه، ولكن اتمنى ان احنا نحب بعض في الفتره اللي جايه. اتمنى ان ده فعلا زي ما الكابتن عبد العزيز قال ان انت ما كانش فيه تكريم عملك، ولكن ده فعلا دي حقيقه. وانا سعيد ان انا اكون واحد من الناس اللي ربنا انعم عليها. مجرد ان انتم موجودين معايا النهارده ده احسن تكريم ليا، وبشكركم جدا، وبشكر بشكر كل الناس اللي هي فعلا حبتني من قلبها، وبشكر الجمهور اللي كان ممكن يكون موجود. وكنت اتمنى ان هو اكيد حاسس فيه علاقه بيننا وبينه محترمه، واتمناها